برلماني يهدد الممثلة زينة بعد تعدي قريبه على أولادها بكلب شرس. البلد بلدهم، مش هسيب حق ابني. زينة بتواجه حملة ضغط بعد هجوم كلب على ابنها. أطلقوا كلبا على أولادي داخل ملعب الكرة ولما اتكلمت اتشتمت. كارثة في كومباوند راقي، كلب مسعور بيهاجم ابن الفنانة زينة وكاميرات الكومباوند تفضح الواقعة. الحكاية كلها بدأت لما عز ابن الفنانة زينة كلمها وهو بيصرخ وبيقول لها: الحقيني يا ماما، في كلب صاحبه سايبه علينا وهيقتلنا، الحقينا بسرعة. زينة رمت التليفون وجرت تشوف ولادها وقلبها يقف من الخوف، وصوت ابنها بيرن في ودنها: الحقينا يا ماما. ولاد الفنانة زينة الاتنين من الفنان أحمد عز كانوا بيلعبوا في ملعب جوه كومباوند هي ساكنة فيه. فجأة ولادها تعرضوا لمضايقات من ولد تاني. مش بس كده، الولد جاب الكلب بتاعه وسابه عليهم. زينة بتحكي ان ابنها كلمها وهو بيعيط وبيصرخ وبيقول لها: الحقيني يا ماما، في كلب واحد سايبه علينا وهيقتلنا. الولد دخل الملعب وقال لابنها: عايز ألعب. فابنها قال انهم حاجزين الملعب وقال له: لو عايز تعالى ممكن تلعب معانا. لكن الولد رفض وقال له: هعرف اخرجك ازاي، وجاب له الكلب بتاعه. زين الدين حاول يجري ويهرب ونط من على السور الحديد، فمسمار عور دراعه الشمال. اما عز الدين فعنده كلب وعارف انه ما ينفعش يجري قدام الكلب لانه هيجري وراك وهيعضك لو شافك بتجري وخايف. لكن برضه الولد صاحبه شجعه وقال له: اهجم عليه، وفعلا هجم عليه وعضه وعوره، ونقلوه على المستشفى فورا علشان يتعالج من الجروح. طبعا زينة ما استنتش، راحت تجري عشان تشوف مين اهل الولد دول وتشتكي لهم. لكن لما راحت بهدلوها وشتمتها والدته وسمعتها أبشع الألفاظ، فراحت بلغت وعملت محضر. لكن المفاجأة مش هنا، المفاجأة بدأت لما وصلت هناك ولقت 3 بيعرفوا نفسهم إنهم نواب في البرلمان، من ضمنهم واحد اسمه محمد الجرحي. وطلع إن الناس اللي معاهم الكلب دول كانوا ضيوف عند النائب ده. زينة قالت للنائب: البلد فيها قانون وهنطبقه. راح رد عليها وقال لها: احنا اللي بنكتب القوانين. يعني ببساطة كده القانون معمول لنا احنا، لكن احنا كمان اللي بنكتبه. زينة بتقول انها قالت له: يعني القوانين دي تمشي على عامة الشعب اللي زينا؟ راح قال لها: لا، انا ما قلتش كده، بس احنا اللي بنطلع القوانين. فهي ردت عليه وقالت له: يبقى حضرتك اول واحد يتحاسب بيها. وقالت له انها مش هتسيب حق ابنها ومش هترضى باي صلح او تهدئة. وده طبعا بعد ما النائب محمد الجرحي حاول يصلح الامور لما زينة طلبت منه ان الولد لازم يعتذر لاولادها على اللي عمله، وكمان والدته تعتذر عن شتمتها وتهزئها ليها. زينة بتقول انه قال لها: ولادنا ما بيطلعوش اقسام، انزلي تحت وهو يعتذر لك. وفعلا لما نزلت الطفل طلع اسمه آدم واعتذر لها. لكن والدته رفضت وفتحت باب عربيتها وقعدت تصرخ وتقول له: لا، ما تعتذرش يا آدم، اوعى تعتذر. وفضلت تشتم برضه في زينة. عشان كده زينة أصرت على محضرها وما تنزلت، رغم انه هددوها بعمل محضر فيها واتهمها بانها حاولت تدوس الولد بعربيتها. محمد الجرحي اللي زينة بتقول انه استخدم نفوذه علشان يلم الموضوع مش مجرد نائب برلماني، ده كمان عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والعضو المنتدب لشركة الجرحي للحديد. وصوره مع الكابتن الخطيب مالية السوشيال ميديا، في الجاكوزي وفي الاحتفالات وفي المدرجات. يعني مش ناقص غير يكتبوا على جبينه: من أهل القمة. ناس كتير شافوا ان دخوله البرلمان كان عن طريق حزب مستقبل وطن، وانه اشترى عضوية مجلس النادي الأهلي وبيجهز نفسه للانتخابات الجاية في البرلمان. ولو محدش نزل قدامه هيفوز على طول، لكن مفيش حد فوق القانون حتى لو كان اللي وضعوه، واللي غلط لازم يتحاسب. وبكده أنا وصلت لنهاية حكاية النهاردة من حكاية المشاهير، وزي ما عودتكم وعودتوني شاركوني بتعليقاتكم، واشوفكم في حكاية جديدة. سلام.